السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل قدرة قادر الكدابة. سهلة وبسيطة جدا والمكونات بتاعتها جميلة قوي قوي، هتحبيها بجد. الطريقة ممتازة، هنشوفها مع بعض. بس لو أول مرة تشوفي قناتي أعرفك بنفسي، أنا صافي من قناة ملكة في بيتك. يشرفني انك تفعلي الجرس ليظهر لك كل جديد. قبل ما نروح على الفيديو على طول نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نشوف المقادير وطريقة التحضير. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، هبتدي انزل بيهم كده على طول. عايزة تدخليهم براحتك، بس اهم حاجة يكون الدقيق عندك اللي انت بتستخدميه يكون ممتاز جدا، تكوني متعودة عليه. وهضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار حلوين كده من الكاكاو الخام، وهبتدي اقلبهم مع بعض. وكده بقى اسيب المكونات الجافة على جنب ونبتدي نعمل السوائل مع بعض. كفاية يا صافي، سمعت الكلام صافي. معايا هنا كوباية من اللبن وكوباية الا ربع من الزيت و3 بيضات. تمام. ومعايا 2 ظرف من الفانيليا. عايزة تضيفي 3 براحتك، لكل بيضة يكون كيس من الفانيليا وكوباية من السكر. وهبتدي بقى اضربهم مع بعض كده ضربة حلوة في الخلاط. وهنزل بقى على الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر، هنزل كده شوية بشوية وبالمضرب اليدوي، مش محتاجين المضرب الكهربائي في اي حاجة. وهنبتدي نقلب كده بالشكل ده عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. لازم شوية بشوية ادام مش هتستخدمي المضرب اليدوي، المضرب الكهربائي اسفة. وهنقلب كده كويس جدا عشان ما يحصلش اي تكتلات فيه، وهيكون معانا بالقوام ده. وهبتدي بقى اضيفهم كده في صينية واديهم ضربتين حلوين وادخلهم الفرن. طبعا زي ما احنا متعودين الفرن بتاعنا شغال من اول ما بدأنا. هدخلها الفرن ونشوفها بعد ما تخرج. كده اختبرتها بقى بالشكل دوت بعد ما خرجتها. قبل ما اخرجها طبعا اختبرتها وخرجتها بالشكل ده. ومعايا هنا الصواني اللي هعمل فيها، بقطع كده على حجم الصينية، باخد المقاس بتاعها وبعدين اطلع الكيك بتاعي واضيفها في القاعدة من تحت بالشكل ده. تمام. هبتدي بقى اقفلها، والاتنين برضو بتوعي اهم بالشكل ده كده، وضفتهم في القاعدة من تحت. وهبتدي بقى اعمل الخطوة التانية. معايا هنا كيسين من كريم الكراميل، الكريم نفسه اللي هو البودر. معايا كوباية كبيرة من اللبن، وهضيف عليها كيسين البودر بتاع الكراميل بتاع الكريم نفسه. ومعايا بسكوت سادة، هضيف بقى حوالي 10 أو 15 واحدة من البسكوت. عندك بقى قشطة اللي هي العلب هتقدري تضيفي عليها، ما عندكيش خلاص هنعمل نفس الخطوات. صلي على رسول الله. وهنبتدي بقى ايه نضربهم ضربتين حلوين في الخلاط ونرجع تاني بالشكل ده. وهنضيف بقى على الكيك بتاعنا، دايما بذكرك تذكري الله، صلوا على رسول الله بالشكل ده. وهنضيف بقى على كل الصواني بتاعتنا وندخلها التلاجة لمدة حوالي 2 3 تتماسك، ونرجع تاني. هنرجع بقى نعمل الخطوة التالتة بتاعتنا والأخيرة. معايا هنا بقى الكراميل
طبعا الاكياس بتاعتنا موجودة، انا ما عملتش كراميل في البيت، هو الكراميل اهو اللي في الاكياس وعليه ربع كوباية من المية، وهبتدي اقلبهم كويس جدا. هنضيف بقى البسكوت كده على الوش. البسكوت ده اوريو او بوريو، بس اهم حاجة يكون كويس جدا. خلي بالكم انا جبت الفاتح، الغامق احلى. تمام بالشكل ده. ومعايا بقى معلقة كده من الجيلاتين، هبتدي اضيفها على الكراميل اللي انا دوبته في ربع كوباية من المية. هضيف بقى معلقة الجيلاتين كده بالشكل ده، وهقلب كويس جدا. وخلي بالكم الملحوظة دي، انا حسيت ان الكراميل هيكون معايا في تكتلات كده من الجيلاتين، رحت ماسكة المضرب اليدوي وقلبته كويس قوي. وبدأت بقى اضيف بقى على الصواني بتاعتي بعد ما خرجتها من الفرن، بعد ما خرجتها من التلاجة اسفة. وبقت بالشكل ده معانا. اسفل المقطع بقى اتحذف، حبيت ان انا اصور صورة عشان تشوفوا الشكل بتاعها النهائي. وهو ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا اللايك الحلو بتاعكم وكومنت حلو عشان يحفزني. وبجد بكون مستمتعة جدا ومبسوطة قوي لما بشوف اي تعليق منكم. يا رب أكون عند حسن ظنكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.